Hi fellas and welcome to my gossip. okay so اللي ما يعرفش انا جوكو استان بفكر اغير الانترو تبقى sup guys بقى جوكو قال لنا لما نيجي نسلم عليه نقول له ايه sup bro. What's up? What's it, bro? Let's get started with our gossip اللي هي أبيس. يا جماعة أبيس أنا مش عارفة هي underrated ولا لأ بصراحة، بس مبشوفش ناس كتير بتتكلم عنها على الرغم من إن هي فيها اتنين ممثلين معروفين واحنا بنحبهم. هحط لكم صورهم، بس أنا عارفة هانزولي طبعا أنا بحبها جدا، بحب التمثيل بتاعها. كل مرة بتفرج عليه بحس إن أنا يعني طب أنا دخلت معاهم جوه المسلسل خلاص، يعني الحاجة هو بيعيشك أجواء المسلسل حرفيا وأنت بتتفرج كده. أبيس إيه قصته؟ قصته عن واحد وحش جدا، أو هما جايبين إن هو وحش يعني. وحياته العاطفية بتبوظ بسبب إن خطيبته سابته قبل الفرح، لأنهم خلاص كانوا بيحبوا بعض اوريدي وهيتجوزوا. فهو قرر إن هو ينتحر، بس هو منتحرش، هو خبطته حاجة كانت هتموته. فالحاجة دي هيظهر منها اتنين جايين من الفضاء الخارجي، شخصين كده هيقربوا عليه وهيحاولوا ان هما يرجعوا له حياته تاني. اوكي it's a fantasy guys, like come on. فلما هيرجعوا له حياته شكله هيتغير. ليه شكله هيتغير؟ لان كل واحد لما حياته ده يعني بيحاولوا يرجعوا له حياته تاني شكله بيتغير على حسب هو ايه من جوه، فاهمين؟ يعني اللي هو مثلا وحش من جوه هيبقى شكله وحش من بره لما ايه يرجع له حياته تاني. بس فهو لما هيعيش مرة تانية هيبقى شخص وسيم جدا ومبسوط بشكله وفرحان زي ما انتم شايفين كده. هيدوله ريورد كورة كده هتفضل معاه، هي دي الأبيز دي هتفضل معاه ان هو مثلا يعيش مثلا بيها شخص تاني. هو هيبتدي بقى يعيش حياته، بس طبعا محدش هيتعرف عليه، حتى صاحبته القريبة منه مش هتتعرف عليه. هتبدأ بقى رحلتنا مع أبيز، هنكتشف بقى حياة كتير جدا، منها ان في محققة هتحاول ان هي تحقق في جريمة قتل متسلسل، وهتبتدي ان هي تعرف حاجات المفروض ما تعرفهاش، وهتتقتل اللي هي صاحبة البطل. تمام. وهو هيبقى عايز يلاقي خطيبته عشان يحاول يقنعها ويتجوزه، ويحاول يتواصل مع صاحبته برضه ويقول لها ايه اللي حصل معاه، ويشوفها ويحكي لها كل حاجة حصلت. اوكي ايه اللي حصل؟ عشان انا مش فاكره. زي ما قلت لكم ان صاحبته اكتشفت حاجات المفروض ما تكتشفهاش وماتت، لان هو لما هو حاول زي ما قلت لكم يتكلم معاها وكده، هي ما صدقتش ان هو انت مجنون، انت تعرفني منين اساسا؟ هو راح لها اصلا مكان شغلها، وكان مفكر بقى ان هو ايه عادي بقى وكده، شكله اتغير تماما، محدش دي صدمه بالنسبه للناس. هو كان بيحاول يقنعها ان هو يعني ف يعني قالت له ابعد عني وانت عايز مني ايه وانت تعرفني منين وكده، واتخانقوا. وبعد كده هو فضل بيحاول ان هو يجي وراها، في الاخر لقاها آه ميتة في بيتها، واتصدم طبعا. في الجنازة بتاعتها هو حاول يتسحب كده واحدة واحدة لحد ما ايه يحاول ان هو يصحيها بتاع، يعني لما افتكر كان بيحاول يصحيها بالكورة دي، فما قامتش، ففقد الامل وطلع بره وكان متضايق وزعلان عليها وكل حاجة. وهو قاعد بره بقى لقى حد كده طالع له، فهو هيفهم ان هي دي صاحبته لان شكلها اتغير، فاهمين؟ زي ما احنا قلنا كل واحد شكله اتغير على حسب الجوع، فهي شكلها اتغير تماما. المهم هي وهي بتكلمه كده لقت ان هي جنازتها طبعا، يعني شافت الصورة بتاعتها واهلها وبتاع، راحت لاهلها وقعدت تقول لهم دي انا ما موتش ومش عارف ايه، ومحدش مصدقها، وهي مش عارفه محدش مصدقها ليه، هي ما شافتش نفسها لحد دلوقتي ان شكلها اتغير. فلما راحت طبعا طردوها من الجنازة وقالوا لها انت بتعملي ايه، احنا كلنا زعلانين دلوقتي وما ينفعش تعملي كده. وحتى اللي هو المفروض صاحب المحققة دي قعد يهديها ويبعدها عنه، وما كانش فاهم فيه ايه، كان مستغرب. بعدين بقى هي هتفضل مع الولد اللي هو صاحبها ده وهيفهمها كل حاجة وايه اللي بيحصل معاهم وكده، وهي هتحاول تفتكر مين اللي قتلها، يقعد وراها يقعد يقول لها انت مين اللي قتلك، تحاول تفتكر. طبعا هتبقى في صدمة كبيرة. بعد كده بقى ايه واحدة واحدة هتبدأ تجمع مين
مين اللي قتلها، هي شاكه في مين، او ايه اللي حصل لها واحده واحده. نسيت اقول لكم ان هو اصلا وهو رايح بيته لقى حد ميت في الشارع، فحاول يصحيه برضه، وبعدين فقد الامل وسابه ومشي، ما يعرفش ان هو صحي تاني. الحته دي برضه على قد ما هي لقطه صغيره قوي، على قد ما هي هيتبني عليه حاجات كتير قوي جدا بجد. بعدين بقى هيبتدي هو وصاحبته بقى في رحله استكشاف مين اللي قتلها، وهيستكشفوا بقى ان اصلا صاحبها ده اللي هو المحقق اللي معاها على طول ليه يد في الموضوع، و... ويبقى ابن قاتل متسلسل. بس بعد فترة بقى هيكتشفوا من الأحداث، طبعا أنا مبحبش أحرق لكم المسلسل كله، بس بعد فترة من الأحداث هتكتشف إن صاحبها ده متورط مع قاتل متسلسل وهو باباه، وبيحاول إن هو يمحيله أي حاجة موجودة، وده اللي خلاه إن هو يقرر إن هو يشارك في قتلها هو وباباه الاتنين. لان هي كانت خلاص قربت تكشفهم وشكله اتغير كده يعني. طيب هانسو هي بقى اللي هي خطيبة الولد عملت ايه؟ هل لقاها وفاهم منها هي ليه هربت، وفاهم ان القاتل المتسلسل ده باباها برضه، وكان خايف مامتها عنها، كان بيهددها ان هي لو ما عملتش الحاجة اللي هو بيقول لها عليها عمرها ما هتشوف مامتها تاني، فكانت مضطرة ان هي تعمل كل حاجة هو عايزها. اوكي، من زمان هو بيستخدمها في الحاجات دي، وابنه هو معتبره اللعبة اللي بيحركها زي ما هو عايز من غير اي شروط، كان بيخاف منه فكان بيعمل اللي هو عايزه. المهم بعدين احداث كتير هتتداخل، هنكتشف ان هو عايز يقتل الولد اللي هو البطل، وطبعا الاباس هتنتقل، في انتقالات بقى للاباس اللي هي الكورة دي. الكورة دي عاملة ازمة ليه بقى؟ في قانون بيقول يعني ان الاباس بتنتقل للشخص اللي هو المالك بتاعها، يعني رجعه للحياة تاني أول واحد بعديه. فأول واحد بعديه كان مين؟ اللي هو القاتل المتسلسل اللي هو لقاه في الشارع. هي البنت صاحبته لما لقيته بقى ميت كده كانت مفكرة إن الأبيس هتجيلها هي، لأن هي متعرفش هو صح مين قبليها. القاتل المتسلسل معرفش إن الأبيس معاه أو أي حاجة، بس هما يكتشفوا بعدين إن الأبيس معاه، لأن هي بتنور بتطلع نور كده محدش بيشوفه غير اللي رجعوا للحياة بس. فالمهم هو مش هيدرك للحظة ان الابيس دي لها اهمية، ومش هيعرف دي ايه وكده. بعدين هيفهم هي دي ايه، وهيبقى بيجري وراها وعايزها. انتوا مش متخيلين، لان هو كمان عمل جرائم كتير جدا وشكله بقى معروف للناس، فهو هيبقى عايز ان هو يموت نفسه تاني ويصحى. ومين اللي هيصحيه؟ هيستعين بمين؟ بهانسو دي بنته، ان هو يخليها تموته وايه ترجعه تاني. فاهمين؟ طب ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ هتعرفوا برضه لما تشوفوا المسلسل. بجد ما بحبش احرق لكم المسلسل عشان تفهموا المسلسل ماشي ازاي، بس يعني انا مش بقول ملخص، انا بقول لكم المسلسل ماشي ازاي عشان ايه تعرفوا هل هو ذوقكم، هل هتحبوه، هل دي دفعة ان هي تخليكم تشوفوه او لا. فعشان كده بحط لكم مقتطفات. انت هانسو هي هتموته وترجعه تاني؟ ما نعرفش. مش هقول لكم. البطل يعني بتاعنا هيفهم ان من كتر ما هو عمال بيصحي في ناس اللي هو بيحبهم، هي ليها ليميت. هو ما كانش يعرف ده، وكان فاضل خلاص اخر حاجه غير كده، يعني لو ضيعها هو هيختفي معاها، هو والابيس هيختفوا. تبقى الكوره عاديه جدا وهو هيختفي، القدره بتاعت الابيس وهو هيختفي. في موقف هيتحط فيه ان هو لازم ينقذ صاحبته، لان هي خلاص بقوا بيحبوا بعض. فهو كان عمل معاه ميموريز كتير جدا، لانه خايف ان هو ايه يعني يعملها في اي وقت وما يكونوش عملوا ميموريز مع بعض. فهي الحته بتاعت الميموريز دي كلنا عارفين ان في حد هيموت في الاخر وهنعيط كلنا. ففعلا هو هينقذها وهيختفي، وهتبقى البنت دي كل ما بتعيط حرفيا انا بتعيط ضمير، بجد بتعيط بضمير، بتخليكم تحسوا ان انتوا الموقف حصل لكم انتوا. هتفقده، هيختفي من حياتها. طب هل هيرجع تاني ولا لا؟ مش هقول لكم برضه، بس هي حياتها هتبقى صعبة وبعد كده هترجع لحياتها تاني واحدة واحدة يعني، وهتبقى بتفتكره طول الوقت. بان هو قال لها اي نسمة خفيفة كده بتعدي عليكي افتكريني بيها، هيبقى انا على طول. مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده. Let's do the read.
بجد اديله 1,000,000/10، مش مبالغة. ليه 1,000,000/10؟ لانه مفيش ولا نقطة ملل ولا تفتوفة من غير احداث بجد. يعني كل حاجة، كل تفصيلة متخيطة على الحلقة اللي بعديها، مين رايح فين، الساعة كام، عارفين المخرج حاطط الحاجة بالديتيلز الثانية، مفيش حاجة ملهاش علاقة ببعض في المسلسل ده بجد. فا I recommend it so much. ياريت اللي شافه يريته، واللي هيشوفه بعد ما يشوفه يقول لي ايه رأيه، ويعني حبيتوه ما حبيتوهوش كده. اقول لكم على 2K dramas انا بتابعهم حاليا، اللي هو Buried Hearts و A Hunter with Scalpel. A Hunter with Scalpel it's so difficult بجد، معقد بطريقة رهيبة. يعني لحد دلوقتي نازل منه 12 حلقة، انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. حتى اتفرجت على الحلقه التاسعة ومستنيه اخلص Buried Hearts عشان اكمله، لان هو خلاص نزل 4 حلقات اوريدي وانا مصور الفيديو. فهم 12 حلقه، انا اتفرجت على التاسعة وقلت له لا بقى انت عايز اخلص مسلسلي وارجع لك تاني، لان انا مش قادره احلل اكتر من كده. فانا يعني محتاجه ان انا اخلص المسلسل اللي بتفرج عليه، اخلص A Hunter with Scalpel ونتناقش فيه انا وانت. هيبقى الجوسد اللي جايه بتاعتنا ان شاء الله. فمستنيه بس اشوف الديتيلز بتاعته افهمها عشان اعرف افهمكم واقول لكم يستاهل it's worth it or not. معلوش يعني صبر كده ان هو يشوف ويقعد يحلل، هيتخنق. انا مستنيه تقريبا يخلص خالص وانا اخلص مسلسلي اكون خلصته، وارجع بقى اشوف كده وافهم ايه مين رايح فين، لان انا مش فاهمه اي حاجه، ما يودونا ويجيبونا. فان شاء الله كده لما اخلص ابقى انزله لكم واقول لكم ايه الدنيا. بس and that's it our visit for Papayas. I hope you enjoyed watching. متنسوش تعملوا لايك كومنت سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده انا بنزلها. Thank you for watching. See you in another gossip. Bye.